السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من دورة الباش أسهل لغة برمجة. أوكي، إذا درسنا أحبتي في الله لهذا اليوم هو سوف نتكلم إن شاء الله عن الانبوت أو المدخلات في لغة الباش شيل. أوكي، المدخلات في لغة الباش شيل تختلف قليلا من ناحية التطبيق. أوكي، كمثال هنا راد نقوم بكتابة راد تساوي، ثم هنا يمكننا كتابة ناقص بي. اوكي، ناقص بي من اجل البرنت. اوكي، ثم هنا كمثال نقوم بكتابة what is your name. اوكي، ما هو اسمك. ثم نضع هذه النقطتين، نترك فراغ حتى تأتي الكتابة بطبع ملتصقة بالشيء الذي سوف يقوم الشخص بكتابته. اوكي، أحبتي في الله، كما شاهدنا في الدرس السابق فإن المتغيرات تكتب هكذا كمثال name تساوي كمثال what is your name. اوكي، المتغيرات تكتب هكذا تساوي ثم الفاليو او القيمه الخاصه بها. اوكي، لكن في الانبوت المتغيرات تكتب هنا خارج هذا السترينج. اوكي، هنا اذا اقوم بكتابه name. اوكي، اذا هذا النيم، اذا هذا كامل، هذا الانبوت كامل اصبحت لديه قيمته name. اوكي، اذا سوف أوريكم طريقة. هنا نقوم بكتابة إيكو كمثال، إيكو بطبع الاستدعاء المتغير نقوم بكتابة علامة الدولار ساين مع النيم. أوكي، سوف نقوم بالتشغيل وسوف أريكم شيء. انظروا أحبتي في الله ماذا حدث هنا. أخبرني what is your name ثم ظهر النيم. أوكي، لم يقم بالتعرف على هذا على كونه متغير. أوكي، أو variable، لذا نقوم بترك فراغ واحد فقط ونقوم بإعادة التشغيل وسوف يتعرف عليه على أنه متغير ولا يقوم بطبعاته. أوكي، كما تشاهدون هو لم يقم بطبعاته. لذلك حذاري دائما عندما تقومون بإنشاء input أو مدخل من أجل بطبع سؤال شخص كمثال عن عمره أو معلومات أو قيم أو لا أعلم رقم هاتف أو أي شخص أو أي شيء بالطبع تقومون بسؤاله عليه. أوكي، لذلك عليكم الحذر وعدم جعل هذا المدخل هنا قريبا. اوكي، والا سوف يقوم بطباعته ولن يتعرف عليه بانه متغير. اوكي، لذا علينا هنا ترك فراغ. اوكي، ثم هنا سوف ان قمنا بالطباعه الشيء هنا عندك بهذا الامر ايكو علامه الدولار ساين نيم. عليكم ايضا حفظ هذا الشيء ودائما اكرره في جميع دروسي. دائما لاستدعاء متغير في لغة الباش تقوم بكتابة علامة الدولار ساين مع النيم. ولو كنت تريد إعطاء قيمة لمتغير لا تقوم بترك فراغ هنا تساوي، لا تقوم بوضع اسم للمتغير ثم تساوي أو الإيكول تكون ملتصقة به. أوكي، ثم هنا القيمة التي تريد. أوكي، كمثال هل. أوكي، إذن هكذا عليك عدم الحذر، عليك الحذر أيضا وعدم الإخطاء وترك فراغ هكذا. أوكي، هذه ليست البايثون. اوكي، اذا وايضا هنا كما اخبرتكم تترك فراغ واحد حتى لا يقوم بطباعة لك النيم مع هذا. اوكي، وهنا عند استعمال هذا الامر ايكو علامة الدولار ساين نيم سوف يقوم الاسم الذي سوف اقوم بكتابته هنا سوف يطبع هنا اسفله. اوكي، لنجرب التشغيل وحتى نفهم بطبع. اوكي، انظروا what is your name. سوف اقوم بكتابة رياض، سوف اضغط على انتر ويقوم بطباعة لي رياض لانني قمت بكتابة هنا ايكو نيم. اوكي، يمكنني بطبع هنا اضافة اسم هاي ماي بوس ثم نترك فراغ. اوكي، حتى لا ياتي الاسم ملتصق بالبوس. اوكي، دائما تترك فراغ. إذا سوف يطبع لي هذه الكلمة يليها اسمي. أوكي، لنجرب التشغيل مرة أخرى. كمثال يمكننا بطبع إدخال أي اسم رياض، ها هي تطبع لي هاي ماي بوس رياض. أوكي، فالطريقة سهلة جدا. أو يمكن بطبع كتابة كمثال ويلكم رياض. أوكي، سوف نقوم بإعادة التشغيل. يمكنك بطبع وضع أي نص تريد كمثال هنا رياض. انظروا ويلكم رياض، فالطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. أوكي. أيضا بخلاف ذلك أحبتي في الله سوف نتعرف هنا، قمنا بالتعرف على الريد مع البرنت والآن مع الاس بي. أوكي، هذه تستعمل أحبتي في الله من أجل القيام بكتابة باسوردات. أوكي، كما نعلم جميعا فإنه في لغة البايثون يمكنك استدعاء مكتبة الجيت باس من أجل القيام بإخفاء الباسورد وأنت تقوم بكتابته. فهذه الطريقة أيضا موجودة في لغة الباش شيل وهي افتراضية أيضا مثل البايثون. ها هي عن طريق استعمال SP. اوكي، بمعنى security، S بمعنى security والP بمعنى print. اوكي، print او password او سماها كما تريد. اوكي، نقوم بكتابة SP ثم هنا نقوم بكتابة كمثال enter your
password. اوكي، هذه ايضا نترك لها هنا فراغ واحد ونعطيها اسم او قيمة للمتغير هذا كمثال. اوكي، سوف اعطيه قيمة PW. اوكي، PW او PWD. اوكي، لماذا استعمل PW و PWD؟ لانني دائما في الدروس الخاصة بي اقوم باعطائكم المتغيرات العالمية المستعملة عالميا. اوكي، كمثال لو ذهبت لو ارسل لك شخص من امريكا أداة خاصة به، سوف تجد أن الباسورد يعطيه قيمة أو يدخله في متغير اسمه PW أو PWD. أوكي. إذن هنا نقوم بكتابة إيكو من أجل الطباعة، ثم إيكو علامة الدولار ساين PW. أوكي، إذن سوف أقوم بتشغيل السكريبت وسوف أقوم باستعمال هذه الطريقة. سوف يقوم بإخفاء الباسورد الذي أقوم بكتابته، وهنا سوف يقوم بطباعته لي. أوكي، لنجرب التشغيل. انتر باسورد. اوكي، انا الان اقوم بالكتابه. اوكي، سوف اضغط على انتر وسوف قمت بكتابه. اوكي، سوف اضغط على انتر وسوف يظهر لكم الباسورد الذي قمت بكتابته. ها هو الباسورد الذي قمت بكتابته وهو رياض. اوكي، اذا فهو قد قام باخفاء الباسورد الذي اقوم بكتابته. اوكي، او ايضا يمكنك كتابه هنا كمثال نيم او اي شيء. اوكي، المهم انه عندما يقوم شخص ما بكتابه الباسورد هنا لن يظهر معه كما تشاهدون هنا الان. انا الان اقوم بالكتابه لكن لن يظهر معكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كما ترون قمت بكتابه من 1 إلى 9 عندما أضغط على انتر حتى يظهر لكم هذا الباسورد. اوكي، لأنه باسورد مخفي. يمكنك بالطبع إن قمت بإنشاء أداة بلغة الباش يمكنك بالطبع إخفاء المدخل الذي يقوم بكتابته ذلك الشخص حتى لا يظهر. اوكي، إذن هذه هي الريد اس بي. اوكي، سوف نقوم بمسحها. أيضا يمكن هنا كتابة كمثال your password is. اوكي، ويمكنك بالطبع القيام بكتابة هنا كما تشاهدون باسورد. نعيد الكرة. ها هي طبعا لي your password is 1 2 3. اوكي، ايضا يمكن هنا كتابة علامة الدولار ساين مع الان حتى يقوم بطباعتها لنا في سطر جديد. لنجرب التشغيل. 1 2 3. لم يقم بتعرف عليها على انها خاصة بالمحن. علينا استعمال printf. اوكي، نستعمل printf ثم الباك سلاش ان هكذا، ثم سوف يأتي هذه الكتابة كاملة في سطر جديد. اوكي، لنجرب الطباعة. enter your password 1 2 3. ها هو قام بطباعة لي في سطر جديد your password is 1 2 3. اوكي، اذا قمت باستعمال هذه الباك سلاش في الايكو ولم تشتغل، لهذا قمت باستعمالها في البرنتف وقمت بكتابة الباك سلاش ان. كما اخبرتكم ايضا دائما في لغة البرمجة أو في البرنتف عليك وضع هنا علامة الدولار ساين ان، علامة الباك سلاش عفوا ان، حتى يقوم بإعادة لي علامة الدولار ساين هذه إلى سطر جديد. لكن هنا لم أقم باستعمالها لأنه وإلا سوف يأتي هذا المتغير أسفل في سطر جديد وحده. أوكي، إذا سوف نقوم بشرح هذه الريد الأخيرة. أوكي، هنا لو قمت بكتابة الريد ناقص تي، وهنا هذه ناقص تي بمعنى أنه تايم. أوكي، بمعنى أنه وقت. إذا فكرة هذا المدخل هو أنه سوف تعطي كمثال بضع ثواني أو بضع دقائق للشخص كمثال لكتابة اسمه أو لكتابة بإدخال أو لإدخال معلومة ما. إن قام بذلك الوقت كمثال هنا قمت بكتابة 4. هنا لو قمت بإعطائه 4 ثواني لو لم يقم بكتابة لو لم يقوم بكتابة اسمه قبل 4 ثواني سوف يقوم بتخطي هذا السؤال. سوف يذهب هذا السؤال ويشتغل سكريبت خاص بك أو ينتقل إلى السؤال الموالي. أوكي، إذا دائما بطبع عدم النسيان الناقص بي لأنها خاصة بالبرنت. كمثال هنا نقوم بكتابة what is your name. أوكي، ما هو اسمك. أوكي. هنا أيضا يمكنني القيام بترك فراغ واحد من أجل إعطائها قيمة أو متغير. هنا أعطيها قيمة سوف أعطيها كمثال قيمة. يمكننا بالطبع كتابة أي شيء كمثال ID. أوكي، ثم هنا أقوم بكتابة echo ID. أوكي، أو أقوم هنا بكتابة نعم echo ID. نعم، كمثال نقوم بكتابة له your name. نقوم فقط باختصار الإنجليزية
your name، ثم نقوم باستدعاء، انظروا ماذا نسيت، علامة الدولار ساين مع دي. اوكي، اذا هنا سوف يعطيني مهلة 4 ثواني. لو لم اقم بكتابة اسمي سوف يطبع لي your name ويطبع امامها شيء فارغ، اوكي، لان هذه لم اقم بادخال قيمتها. لكن لو قمت بكتابة اسمي قبل انتهاء المهلة التي هي 4 ثواني سوف يقوم بطباعة لي اسمي. اوكي، ويمكن تغيير بطبع المهلة كما تريد، 100 1000 2000 كما تريد. اوكي، نجعله فقط 4 ثواني ونقوم بتشغيل السكريبت. انظروا، لن أقوم بإدخال اسمي 1 2 3 4. كما ترون هو قام بطباعة لي your name فقط، توقف، لأنني لم أقم بكتابة اسمي. أوكي، ومن الأفضل استعمال printf كما شاهدنا، فإنها لا يقوم بإعادة النتيجة إلى أول السطر. أوكي، لهذا من الأفضل إعادته إلى أول السطر. انظروا احبتي في الله، قام هنا بوضع لي هذا السطر الاحمر. اوكي، اتعلمون ما هو الخطا؟ هو انني مثل الايكو هنا قمت بترك فراغ، وهو علي عدم ترك فراغ هنا. اوكي، ها هي لم يصبح هنالك خطا. اوكي، لنقوم بالتشغيل. قمت بكتابه هنا الباك سلاش ان من اجل طباعه لي في سطر جديد. لنقوم بالتشغيل. سوف اقوم بكتابه اسمي رياض، ثم اضغط على انتر. ها هو يقوم بكتابه لي your name رياض. اوكي. أيضا أحبتي في الله بطبع ماذا أيضا؟ نعم، فهذه هي من المفترض أني قمت بشرح كل شيء. هذه كما أخبرتكم هي من أجل التايم، تقوم بكتابة 4 ثواني، وهذه ناقص بي. وهنا كما أخبرتكم تقوم بوضع النص أو السترينج الخاص بك، وهنا تعطيه قيمة كما تشاهد هنا أعطيته الاي دي. وهنا استعملت البرنتف من أجل إعادة النتيجة في أول سطر جديد. أوكي، مع الباك سلاش ان، ثم your name، ثم هنا يمكن كتابة كمثال is، وهنا سوف يقوم بكتابة الشخص اسمه، الشيء الذي سوف يقوم بكتابته هنا سوف يطبع هنا. اوكي، بعد الضغط على انتر. لكن لو انتهت المهلة سوف يطبع فقط your name is. اوكي، لنقوم بالتشغيل مرة اخرى. سوف ترون لن اقوم بكتابة اي شيء، وسوف يطبع لي your name is. هو كما تشاهد your name is، لانني لم اقم بادخالها، وقام بتخطي هذا السؤال، وقام باكمال السكريبت الخاص به بدون اي مشاكل. اوكي، اذا احبتي في الله، الى هنا ينتهي هذا الدرس. نلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.